صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طيب محبنا وما طرب محبنا صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طرب محبنا وما طرب محبنا وهابوا لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام عمر نسر منكم بعض يوم وعمر نسر منكم بعض يوم وساعة غيركم عام فعام وساعة غيركم عام فعام صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طرب المحبنا وهابوا وما طرب المحبنا وهابوا وصبني عنكم شيء محال وما لي قاتل إلا الفطام وصبني عنكم شيء محال وما لي قاتل إلا الفطام إذا عاينتكم زالت همومي إذا عاينتكم زالت همومي وإن غبتم دنا مني الهمام وإن غبتم دنا مني الحمام صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طرب محبنا وهابوا وما طرب محبنا وهابوا أودت بأن أكون لكم
جليسا وتنصب لي بربعكم خيام أو أنتم بأن نكون لكم جليسا وتنصب لي بربعكم خيام فداوا بالوصال مريض هاجر فداوا بالوصال مريض هاجر يهيم بكم إذا سجع الهمام يهيم بكم إذا سجع الحمام صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طرب المحبون وهابوا وما طرب المحبون وهابوا حديث غرامه فيكم كريم ملابسه من الحب سقام حديث غرامه فيكم كريم وملبسه من الحب سقام فأنتم بالوصول أجل أصل فأنتم في الأصول أجل أصل إذا شئتم تحصل للمرام إذا شئتم تحصل للمرام صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طرب المحبون وهابوا وما طرب المحبون وهابوا بكم صعب الأمور يعود سهلا وبالحسان جود يا كرام بكم صعب الأمور يعود سهلا فبالحسان جود يا كرام وليس سواكم للجود أهلا وليس سواكم للجود أهلا فكيف نزيل سكم قيام فكيف نزيل سوءكم عظام صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طرب المحبون وهابوا
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع آل بيت رسول الله أجمعين وجميع صحابة رسول الله أجمعين وجميع أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وزين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصولهم وفروعهم جميع ساداتنا على أبي علوي ثم إلى أرواح جدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشائخنا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى صاحب الحور الحبيب علوي بن أحمد بحزين وأصولهم وفروعهم وتلامذتهم وحبيهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا ووالديهم خاصة وأنباتنا أنبات المسلمين عامة ثم إلى روح صاحب كتاب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعه وتلامذته محبيه إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأوّق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل
وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزاره فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب
فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوم. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أبراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيء الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأذكار ظهوره وبهر، فتعلقت بهمة الراقم هذه الحروف بأن يرقم في هذا الخطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت ألسن لا تفي بعشر عشاب أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فإن تغلب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني لا تدريني ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذا الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عان للقلم أن يخط ما حركته في العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل، وهنا سنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في أدائك أسماء والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث مشهورة أن أول شيء خلق الله ونور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جبير العبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله
بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله لقد قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأن أول خلق وجودا وأشرف مولودا. ولما كانت السعادة العبادية لها ملاحظة خفية اعتست من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شربته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلا من حصدت بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمي التي هي في مخاوف آمنة السيدة كريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمدوا أحشاؤها بمعونة الله محافظة على هذه الدرات وصونها، فأملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر عليه آثار مجد السميم. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زور إشراق هذا الصراط، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها برلام وسادات هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدبرة بتر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الحفا إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مادة بالتشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. الله. أنشد قصيدة. الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على
المختار طيب القلوب مختار طيب القلوب الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طيب القلوب مختار طيب القلوب ماشي كما مجمع المولد يجالي القرب مولد يجالي القرب ذاك توبتك يا العشي إذا باتت يا العشي إذا باتت الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صل على المختار طيب القلوب مختار طيب القلوب ذاك توبتك يا شريد إلى بتاء بشارد إلى بتاء لما جمع على شاكا وتقفى فربي عذر فربي جميع الذنوب الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صل على المختار طيب القلوب مختار طيب القلوب في جاه خير الورى هادي حبيب القلوب هادي حبيب القلوب حبيبنا لتعظه يا كل عستب يا كل عستب الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صل على المختار طيب القلوب مختار طيب القلوب شمسنا شارقة لما لها شي غروب لما لها شي غروب يا حاضرين نفسي رسالت جميع الشعوب سالت جميع الشعوب الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صل على المختار طيب القلوب مختار طيب القلوب وعد النبي فاتك يملي جميع الجروب يملي جميع الجروب ذا حسن ظني وعند الله علم الغيوب الله علم الغيب الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صل على المختار طيب القلوب مختار طيب
بالقلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل النور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من اعتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صهبه الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الطراب يحلى المثاني، فحذر اليمن غرد، واستضيء بجمال فقى في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك والله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كل حمد جل عياح صوره العاد اذهبنا بوجودي المصطفى الحادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا رسول الله جئنا قاصدين الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين خير الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا نحجى سبيله كي بهنا سعد ونرشاد استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا
وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi khalaqal khalqa biqudratih. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, ma'asyiral habaib. Di hadapan kita ini ada beberapa anak yang akan diresmikan namanya. Pertama Ahmad Labib bin Hafid bin Afif bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Bahsin. Yang kedua Muhammad Zain bin Segab bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Bahsin. Dan titip nama yaitu Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Abdurrahman Bahsin, Muhammad Kamil bin Abu Hasan Asadili Al-Kaf, dan Aisyah Nadirah binti Ahmad Fikri bin Syahab, Fatimah Zahra binti Muhammad Effendi, Fatimah Surayyah binti Muhammad Arifin, Muhammad Rafa Azka Putra bin Ferry Wahyudi, Nur Rizki Sabila binti Agus Hidayat, Abu Bakar bin Muhammad Helmi. Kita doakan semoga mereka ini. Oh ya, satu lagi Umar Mahdar Ahmad Umar Mahdar bin Abdurrahman Al-Marzak. Kita doakan semoga semua anak ini menjadi anak yang saleh dan saleha, dipanjangkan usianya dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan insya Allah menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang membanggakan baginda Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah mereka terhindar dari malapetaka dan musibah, dan insya Allah kita doakan mereka ini terhindar dari. Dan satu lagi Syarifah Husna binti Abdurrahman Al-Madihid. Semoga mereka ini menjadi anak yang soleh dan solehah, dan insyaallah terhindar dari fitnah zaman dan fitnah ahli zaman. Ala hadi man nawana aslafuna salihun fi tasmi abna wa banatum ala hadin niyya wa niyatikum salihah wa ila hadratin nabi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma barik lana bi azwajina wa auladina banatina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa fiqna wa iyyahum fi ta'atik warzuqna birrahum bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih cepat.
Iya yang parak be. Yang cepat be. Yang lain cut. Tahlil. Ustaz Muhammad SAW. Hah? Iya. Ente. Ya. Tahlil. Maru abah ya, maru abah. Yasin tahlil maru abah. Ustaz Muhammad tadi pengen tabarukan. Ya, Yasin. Allah Waqdar, insyaallah cukup Cukup sama Allah cukup kalau. Apa sakit? Tasmiyah juga. Ya. Dan ada permintaan doa untuk Habib Abdul Ghani ya. Abdul Ghani bin Salim binti Abdurrahman As-Segaf. Kita doakan semoga sehat walafiat dan mendapat keberkahan daripada khalwa ilah dari Nabi. Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya akad nikah. Fadhal, yang walinya kemana? Kesal. Nih, Man. Pakai nih. Ma'asyal hadirin, acara akad nikah yaitu Sayyid Hasan bin Salim bin Hasan Al-Habsyi dengan Asy-Syarifah Nazilah binti Abdurrahman Al-Madhij selaku wali. Ayo langsung dia. Walinya yang menikahkan. Maharnya siapa? Maharnya 300 rupiah. Asih? 300. Oh, 300. Maharnya 300.000 rupiah. 300 rupiah kan dia kecil kan? Adapun saksi kita Ustadz Fahmi dan Ustadz Ali bin Ahmad Bahsin. Khutbah nikah benar. Adapun khutbah nikah Ustadz Abdurrahman. Mulai Al-Fatihah. Nawaina an natiya bi khutbati nikah mithla ma nawahu asluna wa aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abauna salihun. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim
ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس الشريف وعند هذا العقد المبارك ونهدي لهم الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرهوب من عذابه وشتوته المطاع سلطانه النافذ أمره في السماء وأرضه خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أن الله تبارك اسمه وتعالى العظمة وقدرته جعل المصاهرة نسبا لاهقا وأمرا مفترا وأوشج بالأرحام وألزم به الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاء يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يتم اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وحرم السفاح وأوعد عليه بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى آمنوا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا تناكحوا تكثروا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصلي وأصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء كل جميعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير في الصلاة. أستغفر الله من ترك الزكاة ومن التقصير في الزكاة. أستغفر الله من ظلم العباد. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.
تبنا إلى الله إلى الله تبنا إلى الله إلى الله تبنا إلى الله إلى الله من جميع المعاصي والذنوب من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولدي ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Sayyid Hasan bin Salim bin Hasan Al-Habsi, uzawiduka ala ma amarallah bihi min imsakin bil ma'rufin aw tahzihin bil ihsan. Ya Sayyid Hasan bin Salim bin Hasan Al-Habsi, zawatuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati syarifah nazila bimahar salasami alaf rupiah nakdan. Qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahri mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Khadijatul Kubra sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Aisyatar ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين
أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد القولين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الفاتحة.
وياسين وتهلل التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة سيدنا حبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وأهل البيت ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وجميع الصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين منهم سيدنا محمد اللهم بن عيسى وسيدنا علي بن القاسم زنبق المقدم محمد بن علي بآل جميع ساداتنا علي أبي علوي وسليم إبراهيم ثم إلى الإمام الأشرف سيدنا الحبيب ثم دمتاني الحبيب عبد الرحمن سقام من ممال الدويلة وسليم برندنهم منهم كتب الشيخ عمر مهدار والشيخ أبو بكر سكران ثم إلى الملا الحبيب عبد الله الدروس بن أبو بكر سكران والشيخ علي بن عبد الله سكران وسليم إبراهيم ثم إلى الإمام أحمد شهاب بن الأكبر وسليم إبراهيم ثم إلى الإمام بخرج الشيخ أبو بكر بن سالم وسليم إبراهيم ثم إلى الإمام أحمد محمد العبسي من الشيخ أخي عبد الرحمن محمد العبسي وسليم إبراهيم الحبيب عبد الرحمن محمد العجم الأرشي ثم إلى الحبيب قل بن أنفاس الحبيب محمد بن عبد الرحمن عطاف الشيخ علي بن عبد الله وسليم إبراهيم ثم الحبيب بن شام وسليم الباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وسليم إبراهيم منهم حامد بن علي بن علي بن عبد الله الحداد وأخيه بن محمد بن علي بن علي بن عبد الله الحداد وسليم إبراهيم ثم إلى الحبيب إبراهيم بن زين وسليم إبراهيم ثم إلى رولنا من شيخ بن حسن بن جميع سليم إبراهيم ثم إلى رولنا بن سالم علي شيخ بن سالم سبتور علي بن شيخ بن شهاب بن أحمد بن حسن العبد بن عبد الله بن شهاب وسليم إبراهيم ثم إلى رولنا الحبيب حسن بن عبد الرحمن باسين والحبيب والحبيب أحمد بن حميد الكعب وسليم برندنهم ثم إلى الحبيب علي بن أسقاب وسليم برندن والحبيب عبد الرحمن النوار وسليم برندنهم ثم إلى خصوصا سأب الحدث حول الحبيب علوي بن أحمد باسين وسليم برندنهم من الحبيب أحمد بن علي باسين وسليم برندنهم وجميع تزملهم جميع أولياء وجميع ثم إلى الحبيب علي بن أسقاب وجميع تنسملهم من أخذنا نخم بأن الله يلي درجات في الجنة وينفعنا بركاته مسرار من وارم المنفعات في دين الآخرة والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين أن الله توشاهم بالرحمة والمغفرة وساكن مجانا برحمته بأن الله بلغ مقاصدنا ومقاصد مشايخنا وعلى هدينا وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كان
ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وأعد لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناكم من نطفة فإذا هو خصيم مبين قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها ولا مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نحيا وعليه نمر إلى إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين هدي الله الروح من سمعناها هنا بسببه عبدك المرحوم رحمة الحي القيوم الحبيب على بن أحمد بن محمد بحسين أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وأن الله ينفعنا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية
وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارث. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما أحللنا من لا إله إلا الله وسبحنا سبحان الله بحمده وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وفي هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة وصدقة نقدمها نهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم نهديها إلى رؤوسنا المهجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا قدواتنا الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي أوصلهم فرهم ثم إلى رؤوسنا الشيخ القادر الجيلاني والحبيب عبد الرحمن بن عمر سقاب والحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب بالإرشاد ثم إلى جميع ساداتنا صوفيات المحققين والعلماء العاملين وأولياء الكون أجمعين مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها صفرهم ثم إلى أرواح المتقدمين في هذه الولاية وفي هذه الحارة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويساق الجنة برحمته ثم إلى جميع ساداتنا البعلوي أجمعين ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن زين بن محمد بحسين والحبيب عبد الرحمن بن محمد باسين والحبابة زينب بنت الحبيب محمد الحبشي وحبابة مهاني بنت عود بن سمير والحبيب محمد بن أحمد بن صالح الحبشي والسادة الحبائب أحمد وعبد الله ومحمد والزين وسليم وحسن وأبناء الحبيب عبد الرحمن بن محمد باسين والسادات الحبائب أحمد وعبد الله وسليم وعلي أبناء الحبيب محمد بن زين بحسين والشرائب شفاء وعيشة وبهايا وفتون بنات الحبيب عبد الرحمن محمد باسين والشرائب شفاء وعلوية وعائشة بنات الحبيب محمد بن زين بحسين والشرائب سيدة وصالحة بنات الحبيب محمد بن أحمد بن صالح الحبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله بن شهاب والحبايب محمد وأحمد وعمر وعبد الله وأبناء الحبيب عبد الرحمن محمد بحسين والشرائب خديجة وعائشة ومهاني بنات الحبيب عبد الرحمن محمد بحسين والحبيب حسن بن حامد السقاب والحبائب حامد وعلي أبناء الحبيب حسن بن حامد السقاب والشريفة مريم بنت الحبيب حسن بن حامد السقاب والحبابة زهرة بنت الحبيب محمد بن شهاب والحبيب أحمد بن علوي بن أحمد بحسين والشريفة شفاء بنت الحبيب عقيل المنور والشريفة نعمة بنت محمد بن شهاب
وسيد سهل بن أحمد بن علوي بحسين ومحمد مهدي بن سهل بن أحمد بن علوي بحسين وحسين بن سهل بن أحمد بن علوي بحسين وثم إلى روح الحبيب جعفر بن محمد بن الرحمن بحسين وشريفة زينب بنت مصطفى الحبشي وسيد عثمان بن محمد بحسين وسيد علي بن أحمد السقاب وسيد فيصل ومحمد أبناء الحبيب حامد بن حسن السقاب وشرائب رقوان ومريم بنات الحبيب حامد بن حسن السقاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويساكنهم الجنة برحمته ثم إلى أرواح والدينا ووالدهم خاصة والمسلمين عامة ثم إلى روحه خصوصا صاحب الحال المغفور برحمة الحي القيوم الحبيب علوي بن أحمد بن محمد بحسين من اجتمعنا ها هنا بسبب أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وجميع أمتنا وأمة المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نير سعي وتلأله بين يديه اللهم اجعل فكاكا له من النار ونجاة له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب من رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تحسنا بالعزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى والبلاء والغلاء والوباء وشر الأعداء إنك على كل شيء قدير. أما بعد, para habaib, para asatidzah yang kami muliakan, para orang tua kita yang kami hormati, hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita masih diberikan luang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di rumah Sahibul Hal Al-Habib Alawi bin Ahmad Bahsin. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini menjelang siang ini mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita pada saat ini selalu menjadi satu wasilah pengampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kami mengucapkan terima kasih mulai kemarin tadi malam para hadirin antum sekalian sudah menyempatkan diri untuk menghadiri tahlilan berikut maulidan tadi malam. Kemudian tadi pagi kita lanjutkan dengan pembacaan qasidah burda. Kemudian kita melanjutkan untuk ziarah bersama. Kami mengucapkan terima kasih, semoga semua napak tilas kita, langkah-langkah kaki kita, waktu-waktu yang kita luangkan untuk menghadiri acara ini, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairal jaza. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan setiap langkah-langkah kaki kita, yang mana langkah kaki kita itu menuju kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita terpaut kepada kaum solehin. Semoga kita semua di sini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan hati kita untuk selalu mencintai Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum solehin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Kami tidak berpanjang lebar, kami berdiri di sini mewakili dari segenap panitia dan keluarga besar Sahibul Hal Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Muhammad Bahsin mengucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada antum sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Mungkin hari ini antum banyak terdapat undangan, namun antum menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Kami sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Dan juga kepada antum sekalian yang sudah berpartisipasi baik moral maupun material sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan juga kepada segenap panitia yang beberapa hari ini sudah meluangkan waktunya, tenaganya, pemikirannya untuk mensukseskan acara ini. Kami sebagai keluarga besar dari Al-Habib Alawi bin Ahmad Bahsin mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua gerak langkah kita dan usaha kita demi tersuksesnya acara Haflatul Haul lil Habib Alawi bin Ahmad Bahsin ini. Amin ya rabbal alamin. Dan jikalau di sana sini ada kekurangan, tempatnya sempit, tempatnya macam inilah tiap tahun. Kampung ini tidak baca mesak lagi Ustaz. Nah, jadi yang di luar yang tidak kebagian tempat, pacak-pacaklah ngejo kenyo, mau ujung tu berejo. Ya. Insya Allah walaupun tempatnya sempit, hati kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, yang belum dapat jodoh disegerakan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tadi pagi juga panitia melaksanakan khitanan ya. Setiap tahun juga terlaksana seperti itu. Tadi pagi ya. Insyaallah tahun depan yang belum bersunat. Maksudnya anaknya, bukan antumnya ya, yang belum bersunat anaknya tahun depan fadhol ya. Kemudian yang tasmiyah dipersilahkan untuk acara haul ini untuk tabarukan ya. Untuk mengambil keberkahan Sahibul Haul, baik itu sunatan maupun untuk tasmiyah. Yang agit fadhol, yang belum, yang sudah tidak ada nerima untuk malen nih. Nah, ya. Yang belum fadholu untuk tahun depan ya. Nah, untuk tabaruk lil agit. Untuk mengingatkan saja, di depan itu ada yang sunat. Nah, kalau balik kakek tole-tole ke, itu ada pesan ya. Nah, tole-tole ke. Ya ulungi, lebih bagus ulungi.
Demikian ya, kami tidak berpanjang lebar. Insya Allah setelah ini kami mintakan langsung untuk pembacaan manaqib berikut memberikan mau'izatul hasanah. Jadi kami minta supaya dirangkum nanti Ustaz. Kami mintakan kepada Fadilatul Ustaz Muhammad bin Ali Asgab. Beliau ini juga termasuk perintis atau penulis daripada manaqib Al-Habib Alawi bin Ahmad Bahsin. Makanya hari ini kita dengarkan bagaimana beliau nanti memaparkan manaqib berikut mau'izatul hasanah. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, wa nashkuru ala ni'ami hadarna fi hadal makan li zikri salihin li sayyidil habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab, dan orang-orang tua kita yang hadir di sini, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Kab, Habib Abdullah bin Abdul Muttalib As-Segab, Habib Syekh bin Syihab, Habib Ali Al-Hamid, Ustadz Syaugi bin Abdullah Al-Kab, dan Ustadz Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Ustadz Syaugi bin Syihab, dan yang lainnya para asatidzah yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena mengingat waktu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji sudah syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat hadir di dalam acara hari ini dalam rangka mengingat, mengenang di tempat ini telah Allah turunkan cahaya dan keberkahannya kepada walinya, yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad Bahsin yang lahir pada hari Jumat bulan Muharram tahun 1326 Hijriah atau di bulan Maret 1908 Miladiah, dari seorang ibu yang salehah, yaitu Abah Syifa binti Abdurrahman Bahsin. Adapun ayah beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Bahsin nasab bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, saya yakin dan percaya setengah ataupun selebihnya yang hadir di sini belum pernah melihat, memandang, apalagi duduk di hadapan beliau Sahibul Hal Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Akan tetapi kehadiran anda sekalian, antum sekalian, cuman mengharapkan keberkahan daripada Sahibul Hal, mengharapkan keberkahan mendapatkan ilmu, mendengar daripada riwayat hidup beliau sehingga dapat dicontoh oleh kita. Dan bukan yang hadir ini, insya Allah bukan karena kebulinya, karena kebuli urusan panitia. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, karena di tempat ini mulia, karena ada yang mulia, karena Allah berikan kemuliaan kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberi hikmah, memberikan ilmu pengetahuan dan dengan dasar Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW kepada yang ia kehendaki. Dan orang yang mendapatkan anugerah ini yang begitu banyak dan baik, sehingga mereka dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang saleh. Dan orang-orang yang saleh inilah yang membawa keberkatan untuk kita. Tempat kita semua dikarenakan mereka. Oleh karena itu mereka adalah mendapatkan gelar dari Rasul SAW, dianugerahkan pangkat oleh Rasul SAW sebagai apa? Sebagai khalifahnya di tempat ini. Khalifah karena Rasul SAW nyatakan, Allahumma arham khulafai, Allah berikanlah rahmat kepada khalifah-khalifahku. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Mereka adalah ya'tina min ba'di, ya'tuna min ba'di an yurwi ahdi wa sunnati wa yu'allimhun nas. Mereka yang nanti datang
yang mengajarkan apa yang kuajarkan, menjalankan apa yang disudahkan olehku. Mereka berbuat sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan merekalah yang mengajarkan pada umat. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, kita harus mengingat, mengenang, selalu mengingat orang-orang yang soleh. Al-Habib Al-Imam Syahril Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim kabir lisam'i dzikruhum wa hadithahum ta'mal ma'i bihayatihim ihsana. Untuk selalu mengulang, menyebutkan nama-nama mereka, mengulang daripada apa yang mereka ajarkan kepada kita, sehingga kita bisa berbuat baik, menyontoh dari mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa arda, tatkala beliau menceritakan tentang ayah beliau, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti Mekah, dan menceritakan guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, dan menceritakan solihin-solihin yang lain. Setelah menceritakan, beliau gembira, tertawa, dan berucap, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min haulin minni wala quwwah. Kalau kita doa itu setelah makan, kadang-kadang lupa. Tetapi Habib Ali membaca doa ini tatkala mendengar, menceritakan tentang aulia-aulia Allah. Beliau nyatakan, apabila mendengarkan cerita-cerita aulia, tenggorokan tidak haus, perut tidak lapar dari pagi ke siang, dari siang ke sore, walaupun 1 tahun, kata Habib Ali, kami tidak akan merasakan kelaparan kalau mendengarkan cerita-cerita mereka, aulia as-salihin. Ma'asyiral hadirin, ini karena mereka mendengarkan kita salihin. Kenapa mereka mendengarkan itu gembira dan senang dan tidak merasa lapar? Karena mendapatkan imun yang begitu besar untuk mereka lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka ini mendapatkan vaksinasi yang sebenar-benar vaksin. Kenapa? Untuk mereka lebih giat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah. Sebab itu Allah nyatakan, ra'sul hikmati makhafatullah. Puncak di segala-gala hikmah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Bahsin dididik oleh orang tuanya, diasupsi dengan rizki yang halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah, sehingga tumbuh dengan baik, subur, dan juga bermanfaat bagi yang lain. Mereka belajar cepat menerima ilmu agama karena asupannya baik. Dan di antara guru-guru beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad Bahsin, paman daripada saudara ayahnya. Dan Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Bahsin, saudara dari ibu beliau. Juga kepada Al-Habib Muhammad bin Agil bin Yahya, Al-Habib Agil bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Syekh Hasan bin Abu Bakar Basyi'ib, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, Al-Habib Umar bin Segab As-Segab, Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Mashhur, Wal-Habib Agil bin Ahmad Al-Munawwar, Wal-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid Syekh Abu Bakar, Wal-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syihab, dan Syekh Salim Arfan, Syekh Abdullah Azhari, Syekh Haj Abdul Haq, Syekh Abdullah Balwi'ir, Syekh Al-Haj Al-Qasim Markasa, dan juga Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Idrus di Pebem. Dan juga beliau sudah mendapatkan ilmu, dia amalkan. Dia sudah sejak umur 15 tahun sudah mulai mengajar sekolah-sekolah, majelis-majelis. Dan beliau pada tahun 1948 mendirikan sekolah yang namanya Al-Kausar. Al-Habib Alwi, muridnya begitu banyak, tidak bisa disebutkan satu persatu. Di antaranya putra beliau Habib Ahmad, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Ustadz Muhammad Zamzam, Al-Habib Abdullah bin Syekh Barakbah, Al-Ustadz Abu Bakar Syahab, Al-Ustadz Abu Bakar Syahab, Muhammad Yusuf bin Abdullah, Ustadz Abdullah bin Usman Al-Madhid, Al-Habib Zain bin Usman Al-Kab, Al-Habib Nuh Al-Kab, dan
Al-Ustadz Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Ustadz Ali bin Abdullah Al-Habsyi, Asy-Syaikh Al-Hajj Haji Zawawi, dan Al-Ustadz Ali Umar Thayyib, dan banyak lagi tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini murid-muridnya, dan juga banyak yang perempuan jadi murid beliau di sekolah di Al-Kautsar. Dan beliau begitu perhatian terhadap fuqara masakin dan al-yatim. Di rumah ini tamu beliau yang begitu banyak, dengan bukan hanya belajar, akan tapi membawa permasalahan. Ada yang didamaikan oleh beliau, diakorkan oleh beliau di antara keluarga yang selisih, didamaikan beliau sehingga mereka tuh tinggal nginep di sini oleh beliau. Sedangkan beliau keadaan pas-pasan, kadang-kadang kurang. Diceritakan oleh Ustadz Muhammad Zamzam kepada Al-Faqir bahwa kami pernah duduk di sini belajar dengan Habib Alwi sampai siang, sampai sholat duhur beliau dengan senyum tertawa softonya Habib Alwi. Tidak merasakan, tidak tampak dari muka itu kesusahan. Sampai jam 1 lewat, biasanya Ustadz ini ngajak makan. Tapi ini tidak ada ajaan. Sudah jam 1 lewat, Habib Alwi masuk, keluar bawa ubi rebus. Inilah, ngomong, Zam, inilah yang dapat kita makan hari ini. Sudah 3 hari di rumah ini tidak punya beras. 3 hari di rumah ini tidak punya beras, kata beliau. Tidak menampakkan kesusahan, dan tetangga pun tidak ada yang tahu. Inilah mereka-mereka yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga, beliau juga mendirikan Madrasah Al-Munawwariyah, Darul Aitam, yang didirikan akhir tahun 1971. Dan majelis pagi beliau adakan sejak tahun 1975 sampai sekarang. Ini jasa-jasa sahibul hal Habib Alwi. Dan juga beliau sering mencari daripada ijazah dan albis. Didatangi semua ulama. Di antaranya beliau datang kepada Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Idrus Habib Pebam. Sampai di sana Habib Pebam menceritakan pada beliau, "Ya Alawi, kenapa engkau jauh-jauh di sini, di kampungmu ada orang yang besar. Tandanya apabila orang datang disambut dengan gembira, dengan pakaian yang rapi, dan apabila pulang diantar." Siapa? Disebutkan oleh beliau, yaitu Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, yang dulu tinggal, sekarang ini jadi pesantren Ar-Riyadh. Ini Al-Faqir dapat langsung dari almarhum Habib Alwi. Sehingga Al-Faqir datang, kata Habib Alwi datang menemui Habib Abdurrahman, disambut dengan begitu. Sehingga mendapatkan ijazah, pulang diantar sampai depan jalan. Ini tanda-tanda orang besar, kata Habib Alwi. Dan juga Al-Habib Alwi ini dikenal bukan hanya orang-orang biasa yang wali min auliyaillah, seperti Habib Ali bin Husin. Sehingga dia minta mandikan, tatkala dia meninggal minta Habib Alwi yang mandikan. Tatkala dengar Habib Ali bin Husin meninggal, beliau berangkat ke Jakarta sama Habib Husin bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar, ataupun Ami Husin. Ami Husin apa itu? Ikhlas. Ami Husin Ikhlas. Berangkat ke Jakarta. Dan juga Al-Faqir ketemu dengan Habib Syekh bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Tatkala sudah sholat Jumat di Solo, Al-Faqir bersalaman sama beliau. Dia tanya dari mana? Dari Palembang. Dia tanya, apa kabar Habib Alwi? Al-Faqir bilang dalam keadaan sakit sekarang ini. Gitu. Kirim salam. Antum pernah ketemu ya Habib? Belum pernah dalam zahir, tetapi dalam batin. Sering beliau ini kontak, kata beliau. Ini Habib Alwi. Dan juga dakwah-dakwah beliau bukan hanya di masjid-masjid dan musola di Palembang, juga di Tanjung Agung, Talang, Padang, dan lain-lain. Diceritakan juga oleh Ustadz Muhammad Zamzam, kami tatkala berdakwah di satu daerah di pinggir Sungai Musi, kami siapkan perbekalan dan perahu. Pergi ke sananya itu harus ikut motor membawa tongkang.
mengikut motor. Tatkala sampai ke tempat tersebut, mereka membersihkan musola dari sarang laba-laba karena jarang disolati. Dibersihkan, dibentang tikar. Tatkala sore sudah asar, dipanggil masyarakat kampung itu untuk datang mendengarkan ceramah Al-Habib Alwi. Sore-sore mereka bawa serongkeng, hidupkan serongkeng untuk jalan biar terang dan musola. Setelah mereka mendapatkan pelajaran dan sholat berjamaah, diberi makan oleh mereka Al-Habib Alwi ini. Ini perjuangan yang luar biasa. Al-Habib Alwi tahu kedermawanan yang luar biasa. Oleh karena itu, Rasul nyatakan barang siapa, Rasulullah nyatakan Allah cinta dengan orang kaya dermawan. Dan Allah lebih cinta dengan orang miskin yang dermawan. Allah benci dengan orang kaya, orang miskin yang pelit. Allah benci dengan orang miskin yang pelit, dan Allah lebih benci lagi pada orang-orang kaya yang pelit. Ini sehingga beliau walaupun keadaan serba kekurangan, dia tetap untuk membantu orang-orang lain. Karena mereka adalah ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Semuanya diwarisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad nyatakan, nuwarisuhum fina wa fina ulumuhum. Kamilah yang mewarisi aslab-aslab dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mendapat warisan. Kalau habaib para ulama dicintai oleh umat, itu warisan. Karena Nabi dicintai para sahabatnya. Kalau habaib ulama dibenci, difitnah, dan juga dibuli dan sebagainya, dihina dan dikatai, itu warisan. Karena Rasulullah pun begitu. Rasulullah dihina, dicaci, malahan dilempari dengan batu dan kotoran. Dan juga memecah belah umat, itu sudah dari dulu. Ulama dipenjarakan karena apa? Tidak sepaham dengan penguasa, sehingga ditahan, dipenjarakan. Dan juga ini terjadi di Hadramaut dulu. Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, dia sakala majlis umatnya begitu banyak, akan tetapi penguasa iri hati, takut dikudeta, sehingga cari jalan, carikan pasal-pasal biar Habib Umar ditahan. Dicari, tidak ketemu. Sehingga apa? Habib Umar didatangi ajudan beliau, ajudan penguasa, untuk minta menjadi Baitul Mal, mengurusi Baitul Mal. Tetapi ditolak Al-Habib Umar. Kalau dia menerima, dicari jalan untuk memfitnah sehingga bisa dipenjarakan. Tapi beliau Al-Habib Umar bin Segaf tidak menerimanya. Alhamdulillah. Inilah warisan-warisan semuanya yang didapati ulama sekarang, itulah warisan dari baginda Rasulullah SAW. Mereka diadu domba, antara habaib diadu domba, antara ulama diadu domba. Itu ada warisan di zaman Rasulullah, para sahabat diadu oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir. Itu warisan yang ditinggalkan. Dan insya Allah kita semua dapat warisan dari mereka yang baik-baik, hingga kita bisa menjalankan apa yang diwasiatkan oleh mereka. Dan juga Al-Habib Alwi ziarah dan dakwah ke Bangka pada tahun 1974 dan berziarah di buyut beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Bahsin di Jebus. Tatkala sampai di Bentok, Habib Alwi difasilitasi oleh Habib Abdul Qadir bin Muhsin Bahsin. Difasilitasi untuk ziarah ke Jebus. Semua difasilitasi. Tatkala sampai di Jebus ziarah, selesai ziarah, Habib Muhammad Al-Habsyi ngomong sama Mu'alim Nang, Ustaz Alwi, Ustaz, kita pergi ke tempat lain dulu, silaturahmi. Kata Habib Alwi, jangan,
Janji kita cuma ziarah, tidak ke tempat lain. Kalau pengen lanjutkan jalanan, telepon dulu Habib Abdul Qadir untuk minta izin. Sehingga Habib Alwi minta izin, telepon, diizinkan Habib Abdul Qadir. Ini cerita langsung dari Habib Abdul Qadir bin Muhsin Bahsin kepada Al-Faqir waktu itu. Jadi begitu tidak mau mumpung kesempatan. Hal yang sepele ini pun beliau hati-hati. Inilah Habib Alwi. Dan juga mereka Al-Habib Alwi tahu bahwasanya di rumah ini juga didatangi Abu Ya Sayyid Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan yang lainnya Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki datang sini, tatkala memberi dia uang, memberi Habib Alwi uang, ditanya Habib Alwi untuk siapa? Untuk saya apa untuk anak yatim? Sehingga Habib Muhammad mengeluarkan uang lagi dari kantongnya, mengasihkan untuk anak yatim. Ini dia tidak mau untuk dia sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang yatim dan yang tidak mampu yang pikirkan. Adapun tatkala tahun 1978 beliau haji ke Baitullah dan ziarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Salim Al-Kab, waktu itu dia di sana, kumpul pegawai-pegawai Indonesia ini yang kerja di sana menyambut beliau. Di sana beliau silaturahmi kepada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Habib Salim Al-Khirid, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf dan banyak yang lainnya. Tetapi dia tidak sabaran untuk Madinah untuk ziarah kepada kakeknya yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari itulah dia harus pergi. Hingga jamaah di sana menyiapkan mobil rental. Mobil rental tatkala sebelum Isya sudah nunggu. Tetapi Habib Alwi lagi asik ngobrol sama jamaah Palembang sampai jam 12 lebih. Sedangkan dari Mekah ke Madinah itu perjalanan 6 jam. Sedangkan Habib Alwi inginnya sholat subuh di Masjid Kubah. Jam 12 lewat dikasih tahu Habib, kita jadi nggak? Oh jadi. Kita ini takut tidak bisa sholat subuh di Kubah. Waktunya tidak. Kata Habib Alwi, ya Muhammad ambil air. Diambil ada ember, didoakan Habib Alwi, disuruh sirami ke 4 ban mobil tersebut. Dan naik mobil, Habib Alwi duduk di belakang, jalan Habib Alwi tidur. Nggak taunya sampai di depan Masjid Kubah, azan subuh. Supirnya itu heran, ini bukan orang yang biasa, pasti ada keistimewaan. Dan Habib Alwi juga membuka gigi palsunya. Karena Rasulullah katanya di Madinah ini mau ziarah Rasulullah, Rasulullah tidak senang yang bohong-bohong. Hingga buka gigi palsu. Sekecil itu perhatian Al-Habib Alwi, penghormatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri beliau pertama Al-Hubabah Syekha binti Muhammad Al-Habsyi dikarunia seorang anak yaitu Ahmad. Dan istri yang kedua meninggal ini beliau nikah di Tanjung Agung, dapat anak tapi meninggal. Dan yang terakhir istri beliau Syarifah Zahra binti Muhammad bin Syihab mendapatkan seorang putri yaitu nama Rugaya. Adapun ijazah yang beliau dapati selain daripada guru-gurunya tadi juga didapati dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Al-Habib Ali bin Husin Al-Attas Bungur, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segab, Al-Habib Husin bin Abu Bakar Al-Syihab, Al-Habib Muhammad bin Agil bin Yahya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Salim bin Alwi Al-Khirid, Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Mukhdar, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segab, Al-Habib Muhammad bin Umar Maula Helah, Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Helah, dan Al-Habib Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini beliau mendapatkan ijazah-ijazah dari ini. Dan juga karangannya banyak, tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan insya Allah banyak yang pernah punya tentang doa-doa pendek, doa-doa sholat dan lain sebagainya. Ini karangan beliau. Tajul tanya jawab tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Adapun beliau berwasiat, wasiat untuk keluarga dan kita semua. Untuk apa? Berpegang teguhlah dengan aslafun as-salih, ahli sunnah wal jamaah, ahli tariqah sadata alawiyin. Salat 5 waktu dan jangan
lari daripada tariqah Sadatina Alawi ahli sunnah wal jamaah. Dan juga dia berwasiat kepada kalau dia meninggal minta mandikan kepada Habib Abdullah bin Utsman Al-Badhid. Akan tetapi tatkala beliau meninggal, Habib Utsman dimentok karena waktu itu bulan Januari, gelombang besar, tidak ada kapal ke Palembang. Akan tetapi yang memandikan beliau yaitu Habib Abdullah Asyatri dan murid-murid mereka. Murid beliau Habib Hussein Al-Munawwar dan Habib Alwi bin Abdullah As-Segaf yang lainnya. Dan wasiat beliau juga minta dimakamkan di pemakaman Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Ini wasiat beliau. Oleh karena itu, kalau kita lari dari aslafinas salihin, maka kita tersesat. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi nyatakan, man la salak fihi tariqi ahli fahum ta'. Jadi kalau berlari daripada jalan-jalan aslaf, maka dia akan bingung dan tersesat. Kalau tidak mau tersesat untuk menuju keridhaan Allah, dicintai baginda Rasul SAW, ikuti jalan mereka, ikuti tapak-tapak mereka, sehingga kita insya Allah selamat dunia dan akhirat. Dan juga diakhiri dengan tatkala wafat beliau pada hari Selasa jam 3 pagi, tanggal 1 Jumadil Awal 1405 Hijriah, 22 Januari 1985. Masyarakat kita Palembang ini kesedihan yang luar biasa. Bukan hanya manusia, makhluk yang lain pun merasa sedih karena ditinggalkan wali min auliyaillah. Dan disolatkan di sini diimami putra beliau Al Habib Ahmad, dan disolatkan di Musalla Al-Munawwar yang diimami oleh Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Ini daripada managib yang singkat yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, karena insya Allah waktunya ini cukup. Dan juga kita doakan orang-orang tua kita yang ada di ini, panjangkan umurnya. Asatidzah kita dipanjangkan umur dan sehatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan seluruh urusannya, dan kita minta doakan mudah-mudahan imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab diberi kesehatan, kekuatan, dan insya Allah kita doakan beliau dilapangkan dan dimudahkan sebab urusannya, dibebaskan oleh orang-orang yang zalim, dibebaskan dari orang-orang zalim sehingga bisa memimpin lagi umat untuk mencapai keadilan dan menyampaikan akhlak yang baik. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun talqin zikir kita mintakan pada Habib Ustaz Omar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Haji Abdurrahman Al-Mahidin Al-Hindi. Salatnya di Masjid Darul Mutakin jam 4 sore hari ini. Dan juga berita duka yaitu telah meninggal Ja'far bin Muhammad bin Abdurrahman Bahsin dari Jakarta dan dibawa ke Palembang. Belum tahu dibawa ke Palembang, belum tahu tapi bawanya. Yang jelas hari ini Haji Abdurrahman disolatkan di Darul Mutakin jam 4 sore hari ini. Kita bacakan Fatihah untuk mereka berdua. Ala hadiniya al-Fatihah ila ruh baina jama'